في وقت كانت السبورت بايكس بتديك السرعة لكن بتخسر قصادها الراحة. هوندا قالت لأ، وصنعت بايك عمل توازن نادر بين الجنون والعقل اسمه CBR 600 F4i سبورت. ده اللي هنتكلم عنه النهارده، ونعرف ليه البايك ده ما نزلش منه تاني، وازاي هوندا اتخلت عنه بعد ما كان محقق نجاح كبير. فتأكد انك مشترك في القناه واعمل لايك، وعيد اضحى مبارك عليكم. في اوائل الالفينات لما السوق كان بينفجر بموتوسيكلات ال 600 سي سي الرياضيه اللي كانت بتعجب كل الناس وقتها بسبب سهوله السواقه والقوه الجباره اللي مش بعيده عن موتوسيكلات ال 1000 سي سي، هوندا دخلت السباق بس مش علشان السرعه، دخلت بفكره جديده. وقتها المعروف انك لو عايز تسوق بسرعه يبقى بايك ريس لكن مش هيبقى مريح بس سريع، لو عايز راحه يبقى ستريت بايك لكنه مش بنفس سرعه الريس. وكان تفكير هوندا انه ليه الموتوسيكل ما يكونش سريع ومريح وسهل تعيش بيه يوميا. وهنا اتولد ال CBR 600 F4i، جيل جديد من ال CBR بس بروح مختلفه. حرفيا هوندا بالبايك ده ضربت 3 عصافير بحجر واحد. اول عصفوره موتوسيكل رياضي، وتاني عصفوره مناسب للاستخدام اليومي، وتالت حاجه سهل في الصيانه وسعره مش مجنون زي موتوسيكلات الريسنج اللي بتنزل وقتها. وده اللي عمل نجاح كبير جدا للبايك ده، لانه مريح ومناسب تسوق كل يوم كانه نيكد، وفي نفس الوقت سريع ويخطف العين زي الريسنج، وسهل من ناحيه الميكانيكا. وحرفيا انت واخد كل حاجه مع البايك ده. بس ايه اللي ميزه اكتر؟ الموتوسيكل كان بينزل بشاسيه الومنيوم خفيف شبه اللي في الموتوسيكلات الهوندا الاتنين سلندر وقتها، علشان تديك احساس السبورت من غير ما تتخنق في الزحمه. تانك البنزين بقى اخف برضه، فبقى بيتعمل من الالومنيوم بدل المعدن في الموديلات القديمه. وزن جاف بنتكلم في حوالي 170 كيلو جرام، طبعا خفيف جدا على وقتها. وده من الحاجات اللي ميزت البايك ده جدا، وهو وزنه. فانت هنا مش بتتحرك بربع طن او 200 كيلو، فالموضوع بقى اسهل من الموديلات التانية ومناسب لكل الناس تقريبا حتى الجداد في السواقه. الهوندا F4i جيب موتور انلاين 4 المعتاد بتاع هوندا، 4 سلندر على خط مستقيم 600 سي سي، بيخرج حوالي 110 حصان، وده رقم وقتها كان ممتاز. وعزم 66 نيوتن متر تقريبا، وريد لاين بيوصل ل 14000 ار بي ام، ارقام تبين ان هو كويس. وكمان مع وزنه فكان بيخليه يتسارع من حوالي 4 ل 5 ثواني، حاجه في الحدود دي. وده كله واحنا بنتكلم على بايك كان موجود في 2002. والاي اللي في اسم البايك علشان ده كان بدايه عصر الانجكشن في الموتوسيكلات بدل الكربراتير، وده وقتها كان نقله نوعيه. علشان كده التسارع كان ناعم وسلس، والبايك بيستجيب على طول ومش بيتاثر قوي بالجو زي الكربراتير، كان دايما مستقر. لكن في التجربة الفعلية بقى الكلام هنا مختلف. وليه مختلف؟ لأنه باختصار بيحقق معادلة صعبة ونادرة تلاقيها دلوقتي، سبورت بايك بأداء محترم بس سهل تسوقه، شاسيه من الألمنيوم خفيف وصلب وبيساعدك تتحكم في البايك بسهولة مع الملفات، ونظام تعليق مريح وتقدر تخليه ينشف شوية بس الطبع الغالب إنه مريح. وزن البايك حوالي 175 كيلو، فكان خفيف كفاية إنك تاخد بيه غرز ومنورات، وتقيل كفاية إنه يثبت على السرعات العالية. فرامل محترمة، دبل ديسك قدام، الأداء قوي وثابت، بس طبعا مفيش ABS في النسخ الأولى، فكان لازم تكون سواق شاطر عشان تعرف توقف صح. ولو مبتدئ هتحب البايك ده جدا لانه سلس في السواقه وناعم في استجابته، مش مرعب. باختصار مش محتاج مهاره مجنونه عشان تسيطر عليه. ولو محترف هتلاقي ان F4i فيها بوتنشال كبير جدا، خصوصا على الطرق المفتوحه. هو مش اقوى 600 بس ممكن تعمل بيه شغل جامد جدا لو انت عارف ازاي تسوقه صح. طيب دلوقتي هل اداؤه لسه محافظ على نفسه ولا اختلف مع الوقت؟ احنا بنتكلم في اكتر من 23 سنه، رغم ان الزمن عدى عليه لكنه لسه بيتفوق على بايكات تانية كتير من ناحية الاتزان ومن ناحية سهولة السواقة والاعتمادية. وده السبب الرئيسي في ان البايك ده لحد النهاردة مطلوب ومحبوب جدا في سوق المستعمل وبيتباع منه لحد النهاردة. البايك ده نزل منه نسختين، CBR 600 F4i و CBR 600 F4i سبورت، والفرق بينهم مش كبير قوي. F4i من غير سبورت معمولة انها تكون مريحة اكتر ومايلة انها سبورت تورنج مش موتوسيكل سباقات وريسنج، معمولة عشان تركبه يوميا، تطلع بيه مشاوير سفر او حتى تقضي بيها مشاوير سريعة وسط الزحمة وفي وسط البلد، وفي نفس الوقت تجري لو حبيت. وده اللي كان بيميز فعلا البايك ده وبيميز هوندا بشكل عام. وبتيجي بكرسي كله جزء واحد مش مفصول زي البايكس الريسنج، وقطع حديد ورا عشان تثبت عليها الشنط لو انت مسافر مثلا. من الاخر النسخه دي كانت معموله للي عايز سبورت بايك قوي بس مش مضطر يركب في وضعيه سباقات متعبه طول اليوم، لكن اللي حابب بقى يجري فعلا فالنسخه دي كانت معموله علشانه، ال CBR 600 F4i سبورت. الهدف منها انها تكون اقرب حاجه لبايكات الحلبات ال 600 سي سي، وبتيجي بكرسي واحد او الكرسي المفصول عشان البايك يركز عليك انت كسايق اكتر. وضعيه سواقه قريبه للسوبر بايكس، الهاندل بار اضيق هنا شويه ونزل لتحت اكتر، وده بيديك تحكم اكتر في السرعات العاليه. وده واضح هو معمول لمين؟ معمول للناس اللي بتدور على احساس الحلبة على الطريق، او اللي عايز بايك شكله عدواني ووزنه اخف بفرق بسيط من باقي المنافسين. الاتنين بيجوا بنفس المحرك ونفس الاداء الميكانيكي تقريبا، لكن الفرق التصميم والتوجيه هو اللي خلى البايكس دي شخصيتين مختلفين تماما عن بعض.
بس طالما البايك كله مميزات وجامد كده، ليه هوندا اتخلت عنه وليه باعوه في احسن وقته؟ وده اللي هنتكلم عنه دلوقتي. السي بي ار 600 اف 4 اي مش بس كان بايك رياضي محترم، ده كان رمز وقتها، وكل اللي ركبه او شافه في الشارع عارف ان دي واحده من انجح موتوسيكلات اللي هوندا عملتها في فئه ال 600 سي سي. من اول ما نزل سنه 2001 خد شعبيه ضخمه في امريكا واوروبا واكيد طبعا اليابان. الشباب كانوا بيحبوا البايك ده عشان تصميمه المستقبلي وادائه الرياضي، والناس الكبيره كانت بيقدروها عشان نعومتها واعتماديتها. وكمان كان في كام دوله البايك ده كان يعتبر احسن اختيار لسبورت بايك لو اول مره تركب. ولكن الكلام ده اتغير 180 درجه فتره قليله. بعد فتره الشركات كلها فجرتها، نزلت حاجات اقوى بكتير وتطوير حقيقي حصل. المنافسه بقت شديده جدا مع بايكات زي ياماها ار 6 او كawasaki زد اكس 6 ار، والناس بعد ما شافوا الموديلات دي بقى عاوزين سبورت بايك فيها اعلى هورس باور واكتر الكترونيات ممكنه. فهوندا قررت ترد على الكلام ده كله بموتوسيكل جديد تماما وتنهي الاف 4 اي سي بي ار 600 ار اللي كان اخف اكتر عدوانيه ومصمم بروح السباقات، وده اللي حصل في 2003. سي بي ار 600 اف 4 اي كان بايك ممتاز وموزون، لكنه ما كانش متوحش كفايه زي المنافسين الجداد. فللاسف الجمهور اللي كان بيشتري سبورت بايك بدا ينجذب اكتر لل 600 ار او للحاجات المنافسه، وسوق الاف 4 اي بدا يبرد بعد ما كان مولع. كمان من الحاجات اللي اثرت هي قوانين الانبعاثات. قوانين الانبعاثات خصوصا في اوروبا وامريكا بدات تشد اكتر على الموتوسيكلات، والاف 4 اي ما كانش جاهز من غير تطوير كبير، وهوندا فضلت تركز مواردها على تطوير الموديلات الاحدث بدل ما تعدل الموتور قديم وتعدل لحاجات قديمه لحاجات احدث، فقررت تبدا من الصفر. وكمان هوندا كان عندها استراتيجيه جديده. هوندا قررت ان هي تسيب فئه السبورت بايك المتوازن وتركز على بايكات اما رياضيه بحت زي الار ار او موتوسيكلات تكون اقتصاديه ومناسبه للمبتدئين زي السي بي ار 500 او السي بي ار 650. وده اللي خلى الاف 4 اي يبقى واقع ما بين طرفين، ولا هو رياضي كفايه ولا هو اقتصادي كفايه. وعلى راي المثل لما العجل بيقع بتكتر سكاكينه، ولما الاف 4 اي وقع سكاكينه كترت. بعد ما كان الاحسن بعد كام سنه قليله بس ما بقاش موجود وبقى مش كفايه والناس شايفاه مش مناسب. والنتيجه في 2006 هوندا وقفت انتاج الاف 4 اي رسميا في معظم الاسواق وركزت على الار ار كممثل لفئه ال 600 عندهم. ولكن واو من ولكن لحد النهارده الاف 4 اي لسه ليها قاعده جماهيريه بتحبها وبتدافع عنها، وناس شايفه ان دي احسن موتوسيكل اتعمل 600 سي سي. وطبعا كل واحد ليه رايه. انا شخصيا بيعجبني الموتوسيكل ده لكنه مش شايف ان هو من الاحسن، يعني شايفه كويس بالنسبه للفئه بتاعته او بالنسبه اللي هو معمول عشان ايه. وبرغم كل ده لسه البايك موجود وبيتباع عندنا في السوق العربي والسوق المصري تحديدا باسعار عاليه نسبيا مقارنه يعني لانه ده موديل 2002. وده لو هيدل على نجاح كبير للموديل ده. النهارده لو شفت اف 4 اي ماشي على الطريق اعرف انك قدام بايك بيحكي قصه زمن كانت فيه البساطه عبقريه والاداء بيجي من الهندسه مش من الالكترونيات. على العموم دلوقتي احنا في زمن التكنولوجيا، فاثبت ده ودوس على الاشتراك واعمل لايك في الطريق لو عجبك الفيديو، وقول لي في الكومنتات رايك ايه في حركه هوندا، وهل كان لازم تطور البايك ولا تبدله احسن. وشكرا على المشاهده.